نصيب. نصيب ايه؟ قالوا يا رسول الله لا تحرمنا الجهاد في سبيل الله، ونريد الجهاد واعلاء كلمه لا اله الا الله، فلا تحرمنا الجهاد. النبي رفض، فألحوا عليه الصحابه. بقيت الصحابه قالوا له يا رسول الله ما مش عارفين ان دول منافقين، يا رسول الله اسمح لهم يجوا معانا، وبدل ما احنا 1400 ده احنا نروح هنلاقي 10000 مقاتل، نبقى 2000 نبقى 3 نبقى 4 5000، يعني هيساعدونا. ده مش الهدف دايما، مش الهدف الكم. 314 في بدر غلبوا 1000، وعدة مئات في الأحزاب غلبوا 10000، وهكذا. يعني في كل الغزوات ما نبصش للكم دايما، وإنما الكيف ننصر بإيماننا بالله وثقتنا فيما عند الله عز وجل. وبالتالي الكم مش مطلوب. الكم في حنين ما نفعش، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. يبقى إذا ما نفعتكوش الكثرة واتهزمتوا في الجولة الأولى في حنين. وبالتالي هنا لما طلبوا وألح الصحابة قالوا لي يا رسول الله ناخدهم معانا وما يعرفوش ان هم منافقين، يعني ضررهم اكتر من نفعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبقري في قيادته، وعبقري في قراراته، وعبقري في تصرفاته. قال لهم ايه؟ قال لهم انا موافق تحضروا معايا وتروحوا معايا خيبر. فرحوا. قال لهم يعني انتوا هدفكم ايه؟ قالوا الجهاد في سبيل الله. ماشي، وايه كمان؟ وناخد اجر وثواب يا رسول الله. قال لهم ماشي، بس مش هتاخدوا حاجه تاني غير الاجر والثواب. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم يعني عندما يفتح الله علينا خيبر مش هياخد الغنائم بتاعت خيبر الا ال 1400 صحابي بتوع الحديبيه. طب واحنا ما احنا هنشارك في المعركه. قال لهم مالكوش حاجه، انتوا مش جايين عشان الجهاد؟ قالوا له اه. مش جايين عشان اعلاء كلمه لا اله الا الله؟ اه. مش جايين عشان الثواب والاجر؟ اه. قال لهم خلاص هتاخدوا ثواب واجر، لكن فلوس مش هاخد فلوس الا ال 1400 اللي معايا. من هنا تقاعس المنافقين ورفضوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يخرج مع النبي غير المنافقين، غير 5 تخلفوا عن هذه المعركة اللي نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى اللي هم أصحاب الأعذار: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الآية اللي هي بتاعة الأعذار، التمست الأعذار لهؤلاء ال5 أن لهم الأجر والثواب ولهم جزء ولهم نصيب من الغنائم، لكن حرم أهل النفاق من الخروج. ليه؟ لأن الكثرة دايما مش العملية بالعدد، يعني مش بالعدد. في حنين كان العدد كبير جدا والصحابة والمسلمين تباهوا بهذا العدد، ولكن كانت هزيمة ساحقة من أهل ثقيف. وربنا بيفكرهم بيقول لهم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فلما خدوا الهزيمة والنبي وقف وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هنا تجمع الصحابة حقا حول النبي وانتصروا. كذلك في كل الغزوات كانوا قلة لكن انتصروا بفضل إيمانهم وثقتهم بالله عز وجل وأخذهم بالأسباب. خيبر بتبعد عن المدينة المنورة 70 ميل، 70 ميل، وتقع في شمال شرق المدينة المنورة. خيبر كان لها سكانها الأصليين من اليهود، وآوى ولجأ إليها القبائل ال3 اللي سابت المدينة المنورة، فكان الحصن المنيع والأخير لليهود في الجزيرة العربية. خيبر كانت حصنا ولكن مكونا من عدة حصون، حوالي 8 حصون، 5 مع بعض في الأول و3 فوق منهم مع بعض، يعني 5 مرتبطين ببعض و3 مع بعض. ال5 لهم أسامي وال3 لهم أسامي، لكن العجيب إن ال8 تاخد واحد تسلم للثاني للثالث للسادس للسابع للثامن. وكل حصن كان من المستحيل مش من الصعب أي جيش يقهره أو يفتحه، وكل حصن كان مميز بحاجة: حصن مملوء بالطعام، حصن فيه المية وعيون الماء، حصن فيه الأسلحة الحديثة الفتاكة اللي ما كانش تخطر على بال حد. الحصون دي كلها
هنشوف ايه اللي فيها وازاي واجهوا النبي وازاي النبي واجههم، ودور الامام علي اللي اتسمى في هذه المعركة اسم جديد وعجيب وغريب. عشان تعرف الاسم الجديد واللقب اللي خده الامام علي في معركة خيبر وازاي عمل حاجات اشبه بالمعجزات، تابعنا من خلال هذا البرنامج في اللقاءات القادمة إن كان للعمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.